التليفون ده هيكون معانا هو الايفون 11 العادي من شركه ابل. التليفون ده هيجي بالمعالج اللي هيظهر قدامك دلوقتي، هيجي بالسعر اللي هيظهر قدامك دلوقتي، هيجي بالتحديث اللي هيظهر قدامك دلوقتي. انت عايز تعمل تليفون بحوالي 15000 جنيه، ده معاك التحديث الجديد. عندك خامات بريميوم جدا، مقاومه ماء، مقاومه غبار، عندك خامات زي ما قلنا بريميوم 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 جدا. نخش في الجزئيه الاهم واللي كله اصلا مستنيه من اول الفيديو، الجزئيه الاخيره هي الكاميرات. كاميرا التليفون ده في ليفل الوحش حرفيا في الفئه السعريه بتاعته. انت عندك التليفون ده ايوه بيدعم 1 اكس بورتريه فقط، بس ده في تليفونات اكبر منه. عندك الايفون 13 العادي والايفون 14 وال14 بلس ما فيهمش غير الواحد اكس في البورتريه. انت عندك من اول الايفون 15 العادي اللي اتخطط الكاميرا 48 ميجا بكسل، اللي تقدر تاخد كروب من السنسور الرئيسي يديك 3 اكس اوبتيكال زوم في التصوير البورتريه. مش هتاخدها زي السنسور الطبيعي طبعا في الايفونات البرو ماكس. انت عندك اوبشن اللي هو 3 اكس بورتريه، ده بيريح جدا وشخصيا فارق معانا جدا، مريحنا جدا في صور البورتريه. عندك الجزئيه الاهم واللي كل الناس تقريبا هتجيب الايفون ده عشان هي تصوير الفيديو. انت متخيل ايفون ب 15100 داعم معاه 60 اطار في الثانيه 4K؟ مستحيل تلاقي ايفون ثاني بيقدم لك الاداء والقيمه مقابل السعر دي. انا انصح بشده انك تجيب الايفون 11. نيجي للجزئيه الثانيه، الناس اللي تقعد هي تنصح بالايفون اس اكس ماكس. الايفون اكس اس ماكس تقريبا انتهى زمن. وقول لي ليه؟ اي او اس 19 ده بيحصل من كل 7 سنين. هتقول لي ازاي كل 7 سنين والايفون بينزل له تحديث كل سنه وخاصه في شهر 9؟ اقول لك ازاي. تحديث ابل اللي بيحصل كل 7 سنين ده بيكون طفره نوعيه في التحديث اصلا.